كشف سيرجيو أجويرو لاعب منتخب الأرجنتين السابق عن قرار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان النهائية، خاصة بعد عرض الهلال السعودي. وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، أي في 30 من يونيو 2023، وسط غموض كبير حول مستقبل اللاعب مع الفريق الباريسي. وشجع هذا الأمر العديد من الأندية إلى الدخول في سباق من أجل الحصول على توقيع ليو، وآخرهم الهلال السعودي، حيث قدم عرض رسمي للنجم الأرجنتيني مقابل أكثر من 200 مليون يورو في الموسم الواحد. وخلال بث مباشر عبر تطبيق تويتش، صرح اللاعب المعتزل سيرجيو أجويرو عن قرار صديقه المقرب ليونيل ميسي بعد عرض الهلال التاريخي. كما أكد أجويرو على أن هناك مفاوضات رسمية بين الزعيم الأزرق وبين ليو من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول خلال الموسم القادم، وشدد على أن صديقه ليونيل يؤغب في العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني. وينتظر ليو معرفة موقف برشلونة النهائي، ولذلك سيؤجل اتخاذ قراره النهائي سواء بالانضمام إلى الهلال أو التمديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.